حبيبك بتاع بنات وقلتي هيتغير ويبقى كويس و I can fix him. حبيبي على نياته، كل البنات اخواته. ساعتها بقى انا لازم اقولك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. كل يوم بيعرف بنت جديدة ومدمن للعلاقات مع البنات، وانتي كنتي صاحبة ليه في يوم من الأيام وعارفة كده كويس، ومع ذلك حبيتيه واتجوزتيه وقلتي انه اكيد هيتغير لما اشغله بالبيت والعيال. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. ده في ناس بتعيش علاقات لمدة 15 و20 سنة وعلى أمل إن جوزها يتغير بعد الجواز، وللأسف ده ما بيحصلش، وساعتها بقى بتبقى خيبة الناس السبت والحد وهم خيبتهم ما ردت على حد. وفي الحالة دي بقى اللي بيحصل إن عمرنا وسعادتنا وقدرتنا على التحمل بتخلص، واللي انتي مش عارفة تقبلي طباعه الوحشة من النهاردة اوعي تقبليه، واوعي تحطي في دماغك إنه هيتغير بعد الجواز وتقولي لي يا أختي بكل غرور وعنجهية I can fix him. انت يا أختي لا ميكانيكي ولا اي تي عشان تعرفي تفكسيه، واحب اقولك ان ده خيال علمي وما بيحصلش، وفي الاغلب طباعه الوحشه دي هتزيد بعد الجواز. على فكره النصيحه دي مش للبنات بس، دي للرجاله اللي سمعانا كمان. واحب اقولك عزيزي المستمع ان تصرفاتنا كلها طالعه من شخصيتنا وتجاربنا وطباعنا، وكل ما الوقت بيمر كل ما شخصياتنا دي بتثبت والمعتقدات دي بتقوى، فمن الصعب جدا اننا نغيرها. وانا بقولك كده عشان ما تعمليش فيها فيمينست وتفتكري ان انت ممكن تغيري طباع شخص بين يوم وليله. يعني مثلا ما تفتكريش ان انت لما تتعودي على وجود شخص في حياتك ان انت كده ضمنتيه وتفضلي بقى تهريه هاتك اختبارات من هنا للصبح، ودي بنسميها بالبلدي اختبارات المرمطه. ايه هي بقى اختبارات المرمطه دي بقى يا ستي قالوا لك عليها العلماء وهم قاعدين كده بيشربوا كوبايه شاي ان دي اختبارات بيعملها العقل اللاواعي مع الناس اللي ضامن وجودهم. ما بقيناش محتاجين نبذل مجهود عشان الناس دي تفضل معانا. حاجه كده شبه لما تتقمصي من حبيبك شويتين وشويه وعارفه انه هيجي يصالحك وانت اصلا اللي غلطان، تبقي عارفه ان مش هيهون عليه زعلك فبتبقي واثقه انه هيجي يصالحك عشان ما بيهونش عليه زعلك. نيجي بقى على النقيض، الراجل اللي في فتره الخطوبه اللي هي المفروض فتره الدلع والنحنحه والجمال والحب واللفلفه، اللي كل طرف بيحاول يبين للتاني احسن ما فيه، وتلاقي الراجل من دول بيتعصب ويبهدل الدنيا على ابسط الاشياء. اوعي تفتكري يا خايبه انه بعد الجواز هيهدى ويتغير، بالعكس ابسولوتلي على راي الليمبي، في الحاله دي بعد الجواز ممكن الموضوع يتطور وطباعه تتبهدل اكتر ويتعصب عليكي ويمد ايده عليكي. فالموضوع بسيط، تعالي ناخدها واحده واحده. في بداية العلاقة لو شفتي أي حاجة مش عاجباكي وحاسة إنها تعمل أزمة، علقي عليها مرة أو اتنين بالكتير قوي، وتعلقي بجدية وحزم إن التصرف الفلاني ده مش بيعجبك وتقولي له هل هتقدر تغيره، ولو الطرف التاني قدر يعمل ده ويغير طبعه الوحش ده بكامل القناعة والرضا، ده تمسكي فيه بإيديكي وأسنانك عشان صعب تلاقي راجل زيه أصلا، ولو ما قدرش فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنا بقى انت ما عندكيش غير خيارين، يا تتاقلمي مع الصفه دي من غير ما تحطي في دماغك انها ممكن تتعدل او تتغير، يا اما تبعدي عن الشخص ده وتبعدي عن الشر وتغني له لان الطباع دي مش هتتغير. وخليني اقول لك بقى ان في صفات مهمه جدا مش هتقدري تتاقلمي معاها سواء اتفقتوا انها هتتغير او لا. خدي عندك يا ست الكل بعض من هذه الصفات: العين الزايغه، مد الايد، البخل، الانانيه، الجحود، الكذب، الأنانية، الغدر، الجحود، الخيانة، زوغان العين، مد الإيد واللسان الطويل وهلم جرة. وكل الصفات البشعة دي لو انت فاكرة انك هتقدري تفكري وتهندليها وتتعاملي معاها وتقولي I can fix him والحب يصنع المعجزات وبحبه يا بابا وبالحب اتجمعنا ونيني نيني ني، يبقى يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. أنا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.